ازيكم عاملين ايه؟ انا مس آية مدرسة معاكم هنا علشان خاطر اعرفكم ايه الماتريال اللي انا بستخدمها علشان خاطر اعمل حصة اونلاين كويسة. النهاردة بقى هنتعرف على حاجة اسمها مايكروسوفت تيمز. هنكتب عندنا هنا في السيرش تيمز وهنختار دي مش بنعملها عن طريق الجيميل، دي بنعملها عن طريق حاجة اسمها مايكروسوفت، الجيميل بتاع مايكروسوفت. تمام، فلو انتوا عايزين اقول لكم ازاي تعملوا الجيميل بتاع مايكروسوفت قولوا لي. انا اوريدي مسجله جيميل عليه او عامله ايميل عليه، فهو هيخش اوتوماتيك. تمام، احنا ممكن نخش من جوجل كروم وممكن نحمل الابليكيشن على الديسكتوب. طيب تعالوا نعرف اول حاجه عندنا هنا اسمها الدردشه. الدردشه دي المكان، حاجه كده زي مساحه بكتب فيها زي مسوده او تو دو ليست، او ببعت لنفسي الحاجات عشان افتكرها. اقدر ابعت لنفسي كلام، ايموجي، ملف، صور، حاجات تانية مش عارفه اسمه ايه ده. هنشوف مع بعض. ماشي، حاجه كده غالبا ده ذكاء اصطناعي برضو، او ان انا اجيب حاجه من على اللابتوب علشان خاطر احطها. طيب تعالوا نخش على الدردشه، قصدي على الميتنج. هنا عندنا إنشاء ارتباط الاجتماع أو جدولة اجتماع أو الانضمام باستخدام معرف الاجتماع. تعالوا ننشئ رابط وننسخه علشان خاطر نخش الميتنج. احنا عندنا هنا عملنا ميتنج اسمه ميتنج ويز اي اشخاص. لما احنا دوسنا على دي عمل لنا ميتنج، فاحنا هنخش بقى هنا لو عايزه اعمل شيرنج للميتنج زي ما احنا عارفين تاني للطلاب في جروب الواتساب ايا كان بقى منين. هنا بدوس انضمام. تمام، انا برضو داخله من غير صوت او فيديو. ليه؟ لان انا اوريدي بصور بحاجه، فمش يعني ملهاش لازمه الحوارات دي. طيب دخلنا هنا نعمل ريفرش. اوكي، دخلنا هنا. هو هنا طالب مني ان هو ان انا اسمح بالدخول بالكاميرا والصوت، فانا المهم هنتجاهل الموضوع ده. تعالوا نشوف. دخلنا زيه زي زوم وزي جوجل ميت. اول حاجة عندنا هنا السجل، يعني ان انا اسجل دردشة اللي بنتكلم فيها، الاشخاص، الناس اللي موجودة، نرفع ايدينا، الايموجي، تغيير طريقة العرض سواء بالطول سواء بقى بالسامبوكسات، الحوارات دي. تعالوا نشوف السيتنج بتاعه. هنا عندنا معلومات الاجتماع، عداد الوقت، التأثيرات بتاعة الفيديو، اعدادات الصوت، اللغة والكلام. تعالوا نشوف السيتنج نفسه. بس ده بقى لذيذ، ده في حاجة زيادة ان هو بيساعد الناس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. هو بيبقى فيه زي حاجات ليهم كده علشان خاطر ان هو يقرا لهم الكلام، ان هو لما يخش على اول حاجة يقرا لهم اللي موجود علشان خاطر يعرفوا يخش الاجتماع يعملوا اجتماع. فده بجد لذيذ قوي، انا حبيت البرنامج ده. عندنا هنا شيرنج للشاشة علشان خاطر نعرضها للطلاب. خلاص عرفنا. طيب هنا عندنا تايمر بيقول لنا فات قد ايه من الحصه. احنا لحد دلوقتي فات دقيقه وشويه. شايفين بقى انا لما دخلت الميتنج عمل هنا علامه حمراء. طيب تعالوا نشوف الاعدادات اللي هنا. هنا اطلب مني تاكيد الاجتماع، لغة التطبيق، التاريخ، الوقت، الترجمة لو انا عايزة اترجم الكلام اللي انا بقوله لأي لغة تانية، التعامل مع الرسائل بلغات أخرى لا تترجم أبدا، التدقيق الإملائي ده لو بيكتب كلام ومش مش بيتكتب صح، إن هو
منه لنفسه. عارفين كده لما بنكون عاملين خاصية في الموبايل ان احنا بنكتب بس بنكتب بسرعة فهو بيبقى معدل الكلام، هو حاجة كده شبهه برضه. طيب اختصار لوحة المفاتيح، دي الاختصارات اللي هو Alt Shift والحاجات دي. طيب استخدام مفتاح انتر او مفتاح المسافة لإظهار المحتوى. التخزين هو بيخزن هنا على مايكروسوفت، مش بيخزن على الموبايل، وانا مش مخزنة اي حاجة خالص. تعالوا نشوف هنا. قلنا عشان بيحمل. تيمز ده كان مشهور في وقت من الأوقات بين أيام الكورونا بين الطلاب بتوع الجامعة والدكاترة بتوع الجامعة بالذات، كان مشهور قوي ساعتها. طيب عندنا هنا الأكاونت، معلومات، subscription، الديفايس، security، ماشي حاجات كده ايه مش مهمة. طيب هنا عندنا المظهر، الألوان، تطبيقات، ماشي الدردشة اللي احنا بنتكلم فيها، الإعدادات والنشاط، إن أنا أكتب الصوت عند الناس كلها، إن أنا أشغل الأصوات مع الإعلانات، تشغيل الصوت مع المكالمات الواردة وطلبات الانضمام، إن حد لما يكون عايز يخش أو بيتكلم إنه يعمل صوت عشان أنا مشغولة في الشرح، تشغيل الأصوات في حالة الانشغال أو في حالة الاجتماع، إظهار معاينات الرسائل والمحتوى، إظهار الإعلانات أثناء المكالمات والاجتماعات. ده أنا عايزين نشيل دي، احنا شلناها عمل كده. طيب تعالوا نجيب تاني السيتنج. كنا جايبينها منين؟ كنا جايبينها من هنا. طيب الحسابات والمؤسسات، الخصوصية، التحكم في كيفية الوصول على الأشخاص، إدارة الأشخاص الذين يمكنهم الاتصال، بيانات التشخيص، ملف التعريف، ماشي، إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، وضع لغات الإشارة علشان خاطر لو حد مش بيسمع، حلوة قوي ده. تشغيل عناصر التحكم بالمؤشر الفردي، السحب والوضع في قائمة الدردشات، تمام. الأجهزة دي الأجهزة بتاعت الصوت والكاميرا، الأشخاص لو في أشخاص، مزامنة جهة الاتصال دي اللي هي لو انا عملت ساينس مع الموبايل ان هو الحاجات اللي في الموبايل او الداتا اللي في الموبايل تيجي عليه. طيب الخطط والترقيات، ماشي ده في منه نسخة مدفوعة. حاول تنس، خلصنا الاعدادات، ماشي. طيب تعليمات، ملاحظات، يبلغ عن مشكلة، تقديم المدح، اقتراح ميزة، اختصارات لوحة المفاتيح، لو عايز لو عايز احمل المايكروسوفت تيمز على سطح المكتب، الحصول على التطبيق على الأجهزة المحمولة، تيمز انسايت، تمام. أحدث الميزات، تعالوا نشوف أحدث الميزات. طيب دي حاجات كده عندنا، اللي عنده خلق بقى يقرأ، ماشي. طيب خلصنا الإعدادات اللي هنا، نرجع تاني بقى. عندنا هنا فهم المخادرة أو إنهاء الاجتماع. طيب احنا هنعمل إنهاء الاجتماع. تعالوا نشوف ده. إحضار جهات الاتصال معك، ده قلنا إن الداتا اللي على الموبايل بتروح عليه. طيب ايه ده بقى؟
ده ذكاء اصطناعي انت ممكن تتعاون معاه علشان خاطر يسهل عليك حاجات. طيب المجتمعات، ده لو انا عايزه اعمل زي جروبس كده، جروب للمدرسه، جروب للاعمال، جروب للحياه، يعني اصحابي واصدقائي. حلو ده. طيب ده ايه؟ ده الكالندر علشان خاطر الاجتماعات اللي عندي تبقى متسجله هنا. ماشي. الجرس ستتمكن، ده لو جالي نوتيفيكيشن او اي حاجه بتجيلي هنا. طيب والدايموند دي، الدايموند دي لو انا عايزه اشترك في النسخه المدفوعه. ماشي اوكي. طيب دي كانت كل حاجة عن تيمز. هو سهل وبسيط، وهرجع اقول تاني انا بصراحة زوم من اكتر البرامج اللي انا بحبها، لان فيها كل حاجة وببلاش، وسهل سهل 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 ممتنع بالنسبة لي. بس وان شاء الله المرة الجاية هشرح لكم حاجة جميلة جدا بقى بخصوص الماتيريال نفسها اللي احنا بندرسها للاطفال. احنا كده خلاص خلصنا ازاي نوصل للاطفال عن طريق 3 برامج: زوم، جوجل ميت، واخر حاجة عندنا مايكروسوفت تيمز. واللي عايز يعرف ازاي يعمل ايميل في مايكروسوفت يكتب لي في الكومنتات واعمل لكم فيديو مخصوص ليه. المرة الجاية بقى هشرح لكم حاجة اسمها جوجل درايف، دي بنحط عليها الماتيريال، وهقول لكم بنجيب الماتيريال منين علشان خاطر نشرح للاطفال او الطلاب اونلاين. باي باي.